السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وبألف صحة وحال. قبل ما نبدأ الفيديو ياريت نصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وياريت تدوسولي لايك وتشتركوا في القناة لو مكنتوش لسه اشتركتوا عشان يوصل لكم كل فيديو جديد. في ناس بتشوف الفيديوهات ومبتعملش ومبتشتركش في القناة. انا مستغربة، اشتركي في القناة عشان القناة تكبر. الفيديوهات اللي جاية كلها حلوة جدا جدا وهتفيدك لو انتي مامي. النهارده الفيديو ده لكل ام هتولد الفترة دي. لبس البيبي من الالف للياء، كل حاجة فيه زي ما انتوا شايفين معايا كده. لو انتي ماما جديدة هتولدي في الشتاء وفي الصيف برضو هقولك تجيبي ايه. انا معايا دلوقتي لو انتي هتولدي في الصيف وكده انتي هتجيبي الفانلات الداخلية بس والسلوتات الخارجية. هتولدي في الشتاء هتجيبي كل اللي موجود في الفيديو ده. هنا انا كنت جايبه لبنتي الفانلات دي. هي فانلات حماله كده شكلها عجبني فجبت لها وجبتها لها، وزي ما انتوا شايفين كده، وجبت لها برضو الفانلات اللي هي القط. بصي انت هتجيبي ازاي، انت هتجيبي برضو على حسب ميزانيتك، بس اللي في الفيديو ده انا كنت جايبه القليل خالص لان انا كنت والده في الشتاء في زي اليومين دول كده، شهر 3. تمام. فالفيديو كان معايا فقلت برضو اعمل لكم عليه صوت وانزله لكم. فجينا هنا بقى فانتي هتجيبي عدد بسيط خالص ده، بس لو هتاخدي نصيحتي هاتي كتير علشان هاتي كذا عدد. يعني انا كنت جايبه لبنت اخويا كانت مولوده في شهر 11 في بدايه الشتاء، كنت جايبه لها 10 تطقم. 10 تطقم بمعنى ايه؟ 10 بناطيل، 10 10 تيشرتات بنص كم، 10 تيشرتات بكم، 10 فانلات قط. يبقى يعني 10 تطقم كاملين مجملين. انا كنت جايبه لبنتي 5 تطقم، كنت جايبه لها 5 فانلة قط، 5 بنطلون، 5 تيشرت بكم، 5 تيشرت بنص كم، 5 تطقم. لان انا كنت والده في اخر الشتاء، بس انا الهدوم بتاعت بنتي كملت معاها الشتاء التاني اللي هو الشتاء ده اللي احنا فيه، اللي احنا في نهايته ده، وهتجيبها كمان الشتاء اللي جاي. نصيحة بقى، انا كنت جايبة كل حاجة من 3 ل6. كنت جايبة المقاس بتاعها من 3 ل6. لا انتي مش هتجيبي من 3 ل6، انت هتجيبي من 0 ل3، لان الحاجة بتكون كبيرة اصلا على البيبي، لان البيبيهات بتبقى مولودة ضعيفة جدا 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 فوق ما تتخيلي. انا بنتي كانت نازلة ضعيفة جدا جدا، وبنت اخويا كانت جاية ضعيفة اضعف من بنتي كمان. تمام. فانا كنت جايبه 5 بقط و5 حماله. الحماله دول جبتهم ترفيه بس عجبوني في الصيف لما كنت بلبسها حاجات فساتين بقط كنت بلبسها منهم تحته. تمام. وهنا انا كنت جايبه دولت الفالينات اللي هي بنص كم. انا كنت جايبه الاربع الوان دولت، وكنت جايبه واحده بيضه كنت ملبساها لها يوم الولاده يعني، بس البيضه انا كنت شايلاها. تمام. انا كنت جايبه الفانلات اللي لبسها الداخلي كله، انا كنت جايباه من ماركه فاني باني، انضف وافخم واعظم وامن خامه اصلا في لبس الاطفال والبيبيهات، علشان خاطر هو قطن 100%. وده اللي والخامه بتاعته ضد ضد الحساسيه. وانتي لازم تجيبي حاجة الأطفال كلها قطن 100%، يعني ما تستخسريش خالص في الحاجة دي بالذات عشان ما يحصلش حساسية للأطفال، لأن البيبيهات بتكون جسمها حساس جدا 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 جدا. تمام. فأنا كنت جايبة كده، فأنا كنت حاسباها ازاي؟ أنا كنت حاسباها لما انا جيت، لان انا كنت والده في الاخر ما كنتش اعرف ان بنتي هيكمل معاها الشتا اللي وراه كمان. كنت حاسباها ان انا مثلا ما كنتش اعرف بقى، كنت لسه في مامي في الاول، كنتش لسه مامي بقى، كنت لسه حامل. كنت حاسباها ان مثلا بنتي لابسه طقم وفي طقم على الحبل وطقم هي خلعته مش نظيف يعني، وطقم جديد في الدولاب لو حصل اي حاجه. تمام. انا كان في دماغي كده. اتاري بقى انا كنت بلبس لبنتي كنت الاربع تطقم في الغساله بيتغسلوا، لبستهم في ساعه او ساعتين وهيتنشروا ومفيش غير الطقم اللي عليها، وكنت ببقى خايفه جدا.
طب ليه يا أميرة؟ لأن أنا بنتي كانت بترجع كتير، ومش بنتي أنا بس، البيبيهات بشكل عام اللي اكتشفت ان هي بترجع كتير جدا في الفترة الأولانية دي. فنصيحة مني، هي حاجة مش هتخسر معاكي، وهيلبسها كمان الموسم اللي وراه، سواء جبتي من 3 ل6 أو من 0 ل3 هيلبسها، اسمعي مني صدقيني والله. تمام. وانا كنت جايبه لها كمان 5 فانلات، البيض اللي عدوا معانا دولت، 5 تيشرتات بكم بكباسين. تمام. علشان خاطر زيادة يعني، عشان لو الجو كان برد او كده. وهنا انا كنت جايبه البيجامات ديت من فاني باني، ماركه فاني باني، كنت جايباها من فرع كوتونيل، لان هو ملوش فروع هنا عندنا في المحافظه، فانا كنت جايباها من فرع كوتونيل. انا كان بيبقى في بيجامات نازله على بعضها زي اللي قدامكم دي كانت نازله على بعضها كده، كنت جايباها على بعضها من المحل. وفي حاجات انا كنت مجمعاها، يعني انا كنت جايبه لها بيجامتين اللي هي السيموني والبينك، دولت كانوا على بعض، كانوا في الباكت بتاعهم على بعض. لكن اللون الاصفر والمنت جرين والموف دولت انا كنت مجمعاهم. تمام كده. وكمان حاولي تجيبي الفانلات القط بكباسين، لان الفانلات اللي بقط بكباسين انا كنت بنيم بنتي بيها في الصيف، وفي الشتاء لما الجو يبدأ يخفف شوية كده، الوقت اللي هو الخريفي ده، كنت بنيمها بالبيجامات دي. تمام. فهي احسن حاجة هاتيها بكباسين، الفانلات القط هاتيها بكباسين، البيجامات دي لا هاتيها من غير كباسين طبعا، علشان خاطر لما تلبسها لها بتبقى جميلة قوي عليها كده وانت ملبسها لها في الشقة وهكذا. فانا كنت جايبه لها جبت لها ال5 طقم دول، كنت محتاجه غيرهم بصراحه، كنت محتاجه غيرهم لان البيبيهات بترجع بشكل مش طبيعي، بترجع جدا 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 كمان. فانصحك اقل حاجه 5 او 6، 6 عشان نبقى معتدلين. انا كنت جايبه يعني 6. تمام. كنت جايبه دولت، وكنت جايبه الطقم الابيض بتاع الولاده، بس انا ما كانش معايا في الفيديو. تمام. فهو اقل حاجه 6. تمام. 6 طقم. وده حلو، تبقي جاي على نفسك قوي، سواء وليتي في اول الشتاء، في نص الشتاء، في اخر الشتاء، لان انتي هتلبسيهم الشتاء ده والشتاء اللي بعده كمان هيكمل معاهم، فانتي بتعملي خزين. يعني انا كنت جايبه البيجامه تقريبا ب55 جنيه وقتها، البيجامه السنه دي في الشتاء ده كانت عامله 120 جنيه. تمام. ده هنا بقى معانا كان طقم الولادة بتاع كوكي، كان طقم كيوت قوي وكان جميل عليها جدا جدا جدا. هو كان عبارة عن بدلة كده، بنطلون بفستان، هو كان فستان. تمام. وكانت مفتوحة من ورا كده علشان خاطر البنت اللي في المحل قالت لي عشان خاطر تعرفي تلبسها لها. هو كان جاي معاه الطاقية، البنطلون بالطاقية، وكان الفستان البلوزة من بره كده عليها البافيتا. بصراحة الطقم كان جميل جدا جدا جدا، وانا كنت بحبه عليها جدا جدا. وانا جبتله الكوفرتة دي كمان، هو الطقم جاي لوحده، والكوفرتة انا جايباها لوحدها، حتى لو لاحظتوا ان الكوفرتة عليها دبدوب لابس تاج كده، والطقم عليه كيتي. تمام. انا كنت مجمعاهم مع بعض شكل مع بعضه كده، لان وقتها ما لقيتش اللطقم بتاعه الولاده، لان انا كنت جايبه الحاجه في شهر 3، فطبعا الحاجات دي كلها بتبقى مروحه بقى وبيبقى الصيفي داخل وكده، يعني بصراحه احترت قوي على ما عرفت اجيب لها لبسها. السلوبيت دي بقى خالتها اختي حبيبه قلبي كانت جايبها لها هديه، كانت جايبه لها الطقم ده، هو سلوبيتا كده ومعاه البافيتا والطاقية والكوفرتة. بصراحة الطقم ده حلو جدا، وكان عليها قمر وكيوت جدا جدا جدا، وكان شكله يجنن عليها، وهو خامته حلوة جدا. وعلى فكرة الحاجات دي كلها لسه عندي، هبقى اعمل لكم فيديو بيها اوريها لكم ازاي انا محتفظة بحاجة بنتي، لان انا بالنسبة لي حاجة بنتي انا اشيلها عنها، احتفظ بيها. جالي بيبي تاني بنوتة هلبسها منهم، ما جاليش احتفظ بيها لبنتي لما تكبر، يبقى ده اليوم ده طقم الولادة بتاعك، اللي اول طقم انتي لبستيه يا روحي، ده طقم السبوع بتاعك يا قلبي. انا هوريكم برضو فستان السبوع دلوقتي وهكذا. فانا احب احتفظ بحاجة بنتي، ما احبش ان انا اديها لحد. تمام. يعني انا افضل كده، وياريت كل المامهات يعملوا كده علشان خاطر يبقى عندهم ذكريات وحاجات حلوة.
تمام. فانا بحب كده وانا محتفظه بلبس بنتي كله. هبقى اعمل لكم فيديو بيه لما اجي اطلع الحاجات الصيفي واللبس بتاعها وكده. هنا بقى انا كنت جايبه البافيتات دي. البافيتا بتاعت فاني باني دي تحفه تحفه تحفه، خفيفه مش بتضايق. كيان لحد دلوقتي لسه بتلبسها. على فكره بلبسها لها لما باجي اكلها لها، باكلها او كده او اشربها ميه او كده. عايزه اقول لكم خامتها حلوه جدا، خفيفه جدا. لكن البافيتات التانية دي انا كنت بلبسها الكيان احس يعني ان انا حاطه لها كرتونه، مش حاطه لها بافيتا خالص. فالبافيتات دي البيضه دي انا بصراحه منصحش بيها خالص 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 خالص. يعني ده بعد سنه، بعد تجربه سنه، يعني سنه اولى مامي. يعني معنى ايوه كده سنه اولى مامي. لكن بافيتا فاني باني دي تحفه جدا، جميله جدا 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 جدا. يعني من هنا للسنه الجايه خامتها حلوه. فانا لو هنصحك انصحك تجيبي منها. ماركه فاني باني حلوه جدا وخامتها تحفه. واللبس بتاعها جميل، غسيل ولبس يعني حاجه فوق الوصف. تمام. هنا بقى انا كنت كمان جايبه الكوكي اللي هو حزام الظهر، مش حزام السره، حزام الظهر. الحزام ده حلو، هو حلو بالنسبه لي انا، هو حلو. انا كنت ملبساه لكيان، بس كيان كانت عشان لابسه لبس كتير كانت مسنوده معايا. تمام. فما لبستهولهاش كتير. بس لما بنت اخويا كانت مولوده في الاول وكان ما كانت شيلها مش محكم، فكنا خايفين عليها فودتهولها. بصراحه كان ساندها جدا. بس لما راحت كشفت عند الدكتور، الدكتور قال لها لا، ما تت... ما تلبسهولهاش، ملوش لازمه يعني. بس انا بالنسبه لي هو كان حاكم البيبي قوي، كان حاكمها جدا. حتى لما كنت ملبساه الكيان كان حاكمها جدا. لما بدات ان انا اخلعها اللبس كانتش لسه جمدت شويه، كان حاكمها قوي. وهو كان بالنسبه لي انا هو حلو. بس ليه الدكتور قال ملوش لازمه؟ بصراحه مش عارفه. هنا بقى ده البورت بتاعها. عايزه اقول لكم البورت ده تحفه جامد. انا كنت بزهق منه في الاول، بس بصراحه نفعني قوي الشتا ده، السنه دي يعني. هو كبير. هو بصراحة هو كفى كوكي السنة اللي اتولدت فيها في الشتاء والسنة دي. يعني أنا لما كنت بطلع كنت باخد بنتي في البورت ده. والكل كان بيقول لي يا بنتي انت بنتك كبيرة. كان عمرها حوالي 8 9 شهور. يقول لي بنتك كبيرة هاتيلها. اقول لهم لا، البورت حلو جدا، بيحكمها وبيخليها محكومة فيه. تمام. ما بتحركش، لان البيبي اصلا من عمر 7 شهور 6 شهور انت بتعرفيش تسيطري عليه اصلا. تمام. فهو كان حلو جدا. هو كان كبير بس تحفة، خامته تحفة 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 وجميل قوي. كنت جايباه من التوحيد. تمام. وهنا دي الناموسية، الناموسية السرير. بصراحة بنتي ما نامتش فيها كتير. يعني عشان ابقى صريحة معاكم، انا بنتي ما نامتش فيها كتير. هي خامتها حلوة جدا وماركتها انا معرفش هي ماركة ايه. خامتها نضيفة جدا. وكان فيها البتاع اللي هو بيغني وينور ده، بيعمل موسيقى وبتنور الدبدوب اللي فيها. هي حلوة ونضيفة جدا. بس انا بنتي ما نامتش فيها كتير بصراحة، لان انا كنت بفضل ان كيان بنيمها في حضني اكتر. تمام. بس متعانة وموجودة في الكيس بتاعها للبيبي تاني يعني. بس برضو هي حاجة وجت. يعني انا كنت جايباها في حوالي ب225 250 في الحدود دي. دلوقتي بقت ب400 و500 و600. يعني دي عشان خاطر اجيبها دلوقتي مش اقل من 600 700 جنيه، لان دي كانت اغلى حاجة موجودة وقتها. امتى؟ السنة اللي فاتت. تمام. فهي حاجة ما خسرتنيش. هي بنتي نامت فيها شوية، كانت محطوطة فيها يوم السبوع وانا قاعدة في الأوضة بتاعتي يعني. فبصراحة هي خامتها حلوة. حلوة او مش حلوة، حلوة لو هتعودي البيبي عليها. لو انتي مش زي، لان انا كنت بحب ان انا اخد كيان في حضني وانيمها في حضني وكده. لكن انتي هتعودي البيبي بتاعك عليها، لا هاتيها، هي حلوة جدا وبتحوش الناموس وانا بصراحة كنت بنيم فيها كيان وبغطيها وبقوم اشوف اللي ورايا مثلا، او بنيمها اسيبها كده مع نفسها كانت بتفضل نايمة. تمام. وهنا بقى نكون وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وتكوني استفدت منه. يا ريت تدوسيلي لايك وتشتركي في القناة. هنزل لكم فيديوهات حلوة جدا جدا الفترة اللي جاية. اشتراكك مش هيخسرك حاجة، واللايك برضو مش هيخسرك حاجة. علشان خاطر القناة تكبر
وانزل لكم فيديوهات اكتر. اشوفكم على الف خير في فيديو جديد، مع الف سلامة، متنسيش اللايك.